الصناعات الثقيلة والإنتاج الحربي، لكن كان من أبرز الأشياء اللي قام بها هي القضاء على معارضيه. فقام باعتقال العديد من المعارضين، وأسس لما يعرف بالعقاب الجماعي، وقام بإنشاء الشرطة السرية للهدف ديالها معرفة من يعارض نظامه، الشيء اللي جعل منه أقوى شخص في البلاد. كما طور كيم إل سونغ أيديولوجية جوتشي اللي كتعزز هذه النظرية. مكانة كيم إل سونغ العليا في حزب العمال وكوريا الشمالية، وكتصف النظرية القائد العظيم بأنه القائد المطلق والأعلى. وكانت كوريا في تلك الفترة كتعيش بمساعدة الاتحاد السوفيتي والصين، وكانت كذلك لها علاقات ممتازة مع الدول الاشتراكية والشيوعية. وفي عام 1980 أصدر كيم إل سونغ أمرا بأن خليفته سيكون ابنه كيم جونغ إل، وفي السنوات التالية وله العديد من المسؤوليات. وفي نفس العام تم تعيين كيم جونغ إل كرئيس في المكتب السياسي خلال مؤتمر الحزب العام للجنة الحزب المركزية.